هابي فالنتاين داي. كل عيد حب وانتم طيبين، كل عيد حب وانتوا وسط حبايبكم ووسط اصحابكم واهاليكم اللي بتحبوهم وبيحبوكم. وفي عيد الحب احسن حاجة ممكن تهدوا بيها اللي بتحبوهم هي حاجة تكون عاملينها بايديكم، هتوصل للقلب على طول. هعرفكم ازاي تعملوا تورتة قلب من كيك مدور، يعني حلة مدورة او صينية مدورة عادية خالص. هنعمل بيها التورتاية القلب دي، وكمان ب3 بيضات فقط، ومكونات منتهى البساطة، اي حد مبتدئ هيعملها بكل سهولة وهتنجح معاه ان شاء الله. وقبل ما ابدأ الفيديو، انا اسماء طاهر، اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. اول حاجة عندي 3 بيضات، وكمان عندي ربع كيلو دقيق اسبونش جاهز، هو بيتباع كده عند محلات مستحضرات الحلواني في كل حاجة. وكمان عندي ربع كوباية من المية، وعلشان عايزاه يعلى معايا اكتر ويديني نتيجة احسن هحط له معلقة صغيرة من محسن الجل، وهناخد رشة من الخل وباكو من الفانيليا. دي مكوناتنا فقط، ممكن نستغنى عن محسن الجل، مفيش اي مشكلة خالص، ده اختياري. اظن مفيش ابسط من كده مقادير ان شاء الله تبقى معاكم زي القمر. اول حاجة هنحط في المضرب بتاعنا، مضرب او عجان، 3 البيضات بتوعنا، وبعدين نزلت بالفانيليا ورشة الخل والمية والدقيق، زي ما قلنا الدقيق في كل حاجة. وبعدين هبتدي ان انا اضربهم كلهم، بس الاول ضفت محسن الجل وزي ما قلنا اختياري. قبل ما اشغل المضرب بتاعي انا بعمله، قبل ما اشغله بقلبه كده على بعضه، علشان لما اشغله الدقيق والحاجات دي ما تبوظليش الدنيا. بعدين ابتديت اشغله وما فصلتوش نهائي لحد ما عالي معايا بالشكل ده. اخد معايا 7 دقايق ووصلت للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. المضرب ممكن ياخد معانا وقت 7 دقايق، 10 دقايق، لحد 12 دقيقة بالكتير قوي. اما العجان ما بيزيدش عن 7 دقايق، برضو حسب قوة المضرب بتاعك، حسب قوة العجان بتاعك. وبعدين هنا بقى عندي حلة مقاس 20، وانا بعمل في حلة علشان الكيك بتاع التورت بكون عايزاه مرتفع. فانت ممكن لو عايزة الكيك بتاعك ارتفاعه طبيعي زي مثلا الشارع او الحاجات اللي بنشتريها من برا، فانت هتعملي في صواني عادية مفيش مشكلة خالص. عايزاه مرتفع هتعملي في حلة، ما عندكيش حلة زي كده تعملي في مثلا صينيتين صغيرين وبعدين تضيفيهم على بعض، او تعملي مثلا في صينية واحدة وتعليها بورق زبدة، حسب برضو ما انت عايزة تعملي ايه. وبعدين دهنت الجوانب بتاعتها كلها بالزبدة، الزبدة العادية، اما في القاع حطيت ورقة من الزبدة. وبعدين نزلت بالخليط بتاعي كله، وابتديت ان انا اسويه بالشكل ده عشان هو بيكون كريمي بيحتاج ان احنا نسويه. وبعدين بخلة الشيش طاووق بعمل الحركات اللي انتوا شايفينها دي، اخرج منها اي فقاعات هوا على فرن يكون متسخن قبليها بحوالي تلت ساعة، ربع ساعة، 10 دقايق، مفيش مشكلة، وهتحطيها رف اوسط. اخدت معايا بالظبط 35 دقيقة. بعد نص ساعة افتحي كده بشويش واختبريها، ولو لقيتيها لسه سيبيها كام دقيقة كمان، ممكن تاخد معاكي دقايق اكتر مني حسب برضو الفرن بتاعك. وبعدين طلعتها بقى وسبتها. لازم الكيك بتاع التورت ما نشتغلش فيه في ساعتها، احنا في الشتاء ممكن لو عملتيه مثلا بعديها ب5 ساعات تشتغلي فيه 4 ساعات مفيش مشكلة. بس انا بحب اعمل الكيك قبليها بيوم وبسيبه، فانا عملته قبليها بيوم صيف او شتاء وبسيبه وبشتغل عليه تاني يوم. فانا غطيته وسبته، وتاني يوم ابتديت ان انا اشتغل فيه اول ما صحيت على طول. الكيك ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي وهش جدا وخفيف جدا، يعني جربوه وان شاء الله هيعجبكم. اول حاجة بنعملها قبل ما نقطع اي كيك ان احنا بنشيل الجزء اللي انتوا شايفينه فوق ده، هو بيتشال بكل سهولة. انا حتى بشيله بايدي زي ما انتوا شايفين، سهل جدا، بشيله كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى عندي الجوانب، ساعات بشيلها وساعات بسيبها، هي ما بيكونش طعمها وحش. فانا المرة دي برضو وريتكم انها بتتشال ازاي، بشيلها برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بكل سهولة. بس بالراحة جدا وانتوا شغالين علشان ما تقطعوش الكيك بتاعكم، يعني بصوابعكم كده بشويش قوي قوي نشيل اللي على الهامش بالظبط علشان ما نبوظش الكيك بتاعنا.
وكمان هكذا القاعدة بتاعتنا برضو شلت منها نفس الأجزاء اللي شلتها من الكيك كله. هنا عندي الكيك بتاعي هش جدا وطري جدا، مش قادرة اوصف لكم جماله عامل ازاي. ظبطت المنشار بتاعي على رقم 7 علشان عايزة طبقات الكيك بتاعتي تكون سميكة شوية، علشان الكيك هش جدا، فلو انا عملته اقل من كده هحس ان انا يعني الكيك مش باين قوي مع الكريمة، فانا عايزة الكيك يبقى واضح لما اضيف الكريمة بتاعتي. هنا عملت الكريم شانتيه بتاعي وعملته معاكم اكتر من مرة، بس حبيت اعمله معاكم تاني. ساعات بعمله بلبن وساعات بعمله بمية، كده كده انا بجيب كريمة نوعها حلو، فهي طعمها حلو يعني ما بتفرقش فعلا، والله ما بيكونش فيه اختلاف، بس عشان نديها غناوة اكتر نضيف لها مية لبن، مفيش مشكلة. المرة دي عملتها بلبن. ضفت الاول اللبن مع السكر، وبعدين وليه ضفت اللبن مع السكر الاول؟ عشان السكر اللي عندي كان الحبيبات بتاعته كانت جامدة شوية مش ناعمة، فحبيت اضيف الاول السكر مع اللبن، وابتديت اضربهم لحد اما السكر بتاعي داب تماما، وبعدين نزلت بالكريمة بقى وابتديت اضربها لحد ما عليت عندي بالشكل اللي انتوا شفتوه. بس لما بيكون السكر ناعم بضيف كله على بعضه وبضرب مرة واحدة، وهنا اقصد ناعم مش بودرة. وزي ما شفتوا انا حطيت اول طبقة من الكيك، وبعدين ابتديت اضيف الكريمة وتاني طبقة وهكذا بالشكل اللي انتوا موضح قدامكم. ويستحسن طبقات الكيك زي ما هتشيليها يعني زي ما هتقطعيها وانتي بترصيها هترصيها بنفس التقطيع اللي كنتي مقطعاها، علشان يكون التورتة في النهائي شكلها متساوي. مستحب تعملي كده. وهنا بقى بجلس التورتة، طبعا مش لازم تجلسيها 100 لان كل ده هيتدارى فهتتعبي نفسك على الفاضي. قبل ما بتعملي بتكوني حاطة في بالك انتي هتعملي ايه، فعلشان بهذا الاساس بتجلسي تورتتك وبتشوفي دنيتك هتمشي ازاي. ونيجي هنا لأهم مرحلة بقى، ان احنا ازاي هنحول التورتة دي لتورتة قلب. هنا عندي من منتصف الدائرة بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي هنبتدي ان احنا بالسكينة بتاعتنا هنقطعها بالشكل، يعني مش هنقطعها يعني هناخد علامات زي ما يكون كده بتقطعي برتقانة 4/4 او رغيف عيش زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقى بنيجي للمثلثين اللي في الاسفل زي ما شايفين كده. بصوا انا بعمل الخطوات موضحة قدامكم، برضو باخد من اخر طرف لاخر طرف، وهبتدي ان انا اديهم برضو علامات بالشكل ده. بعدين قطعتهم بس مش بالسكينة المشرشرة علشان الكيك ما يتهربتش معايا، وكده يعتبر عملنا شكل القلب من تحت. خدنا القطعة اللي احنا قطعناها دي، ابتديت ان انا بس هنا مش باين في الصورة، قلت هوريكم من الجزء اللي قدامكم ده. المهم عملت ايه، حطيت كريمة، زودت كريمة كده علشان جزء الكيك اللي انا خدته من الاسفل ابتدي احطه بقى في المثلث اللي هو اعلى من فوق ده، هتشوفوه دلوقتي. وابتديت بايديا زي ما انتوا شايفين كده الزقه بايديا كويس قوي يعني. وهنا جيت اوريكم الجزء التاني، الكاميرا كانت فاصلة للأسف فغصب عني، بس هعرفكم انا عملت ايه. يعني انا قطعت الجزئين اللي تحت دول علشان اعمل شكل القلب من تحت، وبعدين ضفتهم على الجزئين اللي فوق، بس قبل ما احطهم زودت كريمة تاني علشان يلزقوا معايا بكل سهولة. وانا بحطهم مسكتهم بايدي كده بالراحة خالص، وبعدين لزقتهم برضو بكف ايديا كده، بقيت اضغط عليهم بشويش خالص لحد ما اتضغطوا وعملوا لي من فوق شكل القلب. واي فراغات ما مفيش منها اي مشكلة، الكريمة هتظبط كل ده ومش هيبان خالص في التقطيع ولا اي حاجة هتبان. وكده عملنا شكل القلب بمنتهى السهولة. هنا بنكمل تجليس كده في التورتة، برضو تجليس مبدئي فما بنهتمش بيه لأعلى درجة يعني. شايفين بقى الشكل النهائي بتاع القلب شكله عامل ازاي، اللي هو شكل القلب منتهى السهولة وبسيط جدا وسهل جدا، لو اي واحدة مبتدئة هتعمله بمنتهى السهولة. بعد ما خلصت المرحلة دي ضفت التورتة بتاعتي في الفريزر لحد ما لون الكريمة البيضة بتاعتي باللون الأحمر. أنا بشتغل على طول، ما بحطش في تلاجة ولا فريزر، يعني بجلس على طول، بس بما اني كنت لسه هلون الكريمة بتاعتي فحطيتها في الفريزر بالمرة. هنا بقى هنعمل ازاي شكل القلب اللي هو
زي ما يكون علبة مفتوحة كده. هنعمل ازاي اللي هو القلب الشوكولاتة دوت، هنعمله ازاي؟ هقول لكم بمنتهى السهولة. برضو عارفين كشاكيل السلك بتاعت الأولاد؟ ده الجزء اللي هو بيكون من فوق خالص الشفاف ده. مش عندك ممكن ورقة زبدة، مفيش مشكلة. ابتديت ان انا ضفته على الكريمة من فوق وضغطت عليه كده بشويش. ممكن تعلمي بقلم لو ورقة زبدة، انما ده الكريمة نفسها هتعلم فيها برضو مفيش اي مشكلة. فبعدين بعد ما شلتها كانت الكريمة مطبعة على الورقة بتاعتي، فابتديت بالمقص قصيت كده نص قلب. كان سهل عليا ان انا اعمل كده، وبرضه هوريكم وانا بحط فيه الشوكولاتة هو شكله عامل ازاي. هنا بقى بلون الكريمة بتاعتي الوان جل. هي ملهاش طعم، يعني ما تخافوش، ما بتغيرش طعم الكريمة. فابتديت اضيف لحد ما وصلت للون الاحمر اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين طلعت التورتايه بتاعتي وببتدي ان انا احط الكريمه بقى علشان اجلس التجليس النهائي. واحنا بنضيف الكريمه الحمراء بشويش كده من فوق، ما ندخلش على اللون الابيض علشان ما نطلعش اللون الابيض على اللون الاحمر فنبوظ الموضوع معانا. وبعدين بجلس بسكريبر زي ما شايفين. برضو الحاجات دي ممكن تلاقوها في محلات مستحضرات الحلواني. حتى القرص الدوار ده بيبقى مهم جدا في تجليس التورت علشان بيساعدك ان انتي تحركي التورته بكل سهوله. هنا عندي الكريمة البيضة بانت، مفيش مشكلة، بتبتدي تحطي تاني برضو بالراحة من غير اي قلق خالص، وكله بيبقى منتهى البساطة. هنا بقى كنت عايزة التجليس النهائي يكون مش املس، كنت عايزاه يكون فيه حركة كده. المهم عندي السكريبر دي، ده الجزء اللي هو الابيض ده سيليكون، بيبقى املس. وكمان الجزء التاني ممكن تختاري له اي اشكال انتي حباها. هنا الاشكال هوريها لكم. الاشكال دي ممكن تختاري الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده، هتحطيه في كل الخط اللي انتوا شايفينه ده. انا هوريكم اخترت شكل ايه. طبعا ايدي مبهدله احمر، وايه الدنيا كلها حمرا في حمرا. انا اخترت الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بتبتدي تجلسي التورته بتاعتك بيه، برضو بيبقى شكله حلو. لو طبعا السكريبر ده مش موجود، ففي اللي هي زي السكريبر البلاستيك، بس الاشكال دي برضو بيبقى حلو قوي. وهنا كده خلاص انا خلصت تجليس التورته. هنا بقى هنبتدي ان احنا نعمل ازاي الشوكولاتة اللي هي نص القلب الشوكولاتة ده، اللي زي ما يكون علبة مفتوحة كده في التورتة، زي علبة بس مفتوحة. زي ما انتوا شايفين الورقة اللي انا قطعتها ووريتكم ازاي انا عملتها نص قلبة. حطيتها على الرخامة، سيحت شوكولاتة عادي خالص وحطيتها عليها. وهي الجو ساقعة هي على طول بتجمد، وبنشيلها بالشكل ده بمنتهى السهولة، ما فيهاش اي صعوبة خالص. هنا بقى عملت جناش شوكولاتة، يعني لبن على شوكولاتة، وسيحتهم على حمام مائي. وبعدين بستناهم يهدوا، مش وهم سخنين احطهم علشان ما يسيحوليش الكريمة، يهدوا كده معايا. وببتدي ان انا اعمل الدريب او الشلالات اللي انتوا شايفينها دي، عملتها معاكم كذا مرة. على فكرة انا الحاجات دي كلها اتصورت، بس للأسف كل شوية الاقي حاجة ما اتصورتش والولاد جنبي، فالموضوع كان صعب جدا. فاسفة لو في حاجة ما اتصورتش، بس انا بوريكم انا عملت ايه. انا حطيتهم في كيس عادي خالص، كيس تلاجة، وخرمته خرم صغير. وابتديت ان انا اعمل اشكال كده زي الشلالات او الدريب نازلة على الكيك من الجوانب. وبعدين من فوق عملت كده زي زجزاج. كنت عايزة هنا احترت بصراحة كتير، كنت هعمل اللي على الزجزاج ده اللي هو الكريسبي اللي لونه ذهبي ده، كنت همشي عليه كله. بعد كده رجعت قلت لأ، انا هعمل حاجة تانية، وابتديت شيلته. بصراحة عملت حاجات كتيرة وشلتها، عملت حاجات كتيرة وشلتها. فما كنتش، مع ان انا كنت عارفة انا هعمل ايه، بس والولاد جنبي انا بنسى كل حاجة وبكون مش عارفة اعمل اي حاجة. وهم طبعا على طول بقى معايا وجنبي ومش سايبيني في حاجة خالص، يعني حاجة صعبة جدا ربنا يحميهم ويخليهم. المهم هنا بقى عملنا ايه. النص قلب الشوكولاتة اللي انا عملته حطيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اما بالنسبة للجزء التاني اللي هو فيه ورد ده، هتلاقوا وردة كده مختلفة من فوق كده. الوردة دي انا عملتها برا
يعني على كوباية، على ضهر كوباية كده من تحت، وبعد ما عملتها خدتها بشوكة وحطيتها، وعملت كمان واحدة وحطيتها، بس الولاد جنبي بقى اللي يحط صباعه كده واللي يحط صباعه كده فبوظولي الدنيا، فرجعت شلتهم تاني وعملت تاني وبيبوظولي تاني. قلت والله ما انا عاملة ورد تاني. هي استكفيت بالوردة دي اللي هي اللي انا عملتها خارجية يعني مقص دي، وبقيت الورد ده كله عملته بالقمع الوردة اللي هو عارفين القمع الوردة العادي دوت، عملته بيه عادي خالص. برضو الجزء ده كنت بصور وما تصورش، فانا اسفة جدا بس انا عملتها برضو بكل سهولة مش صعبة جدا. فانتي براحتك في الجزء ده بقى، تقدري تعملي الورد اللي انتي تحبيه، الاشكال اللي انتي تحبيها. تقدري كمان تحطي شوكولاتة كده زي ما يكون علبة مفتوحة وفيها شوكولاتة وفيها ورد، هتبقى لذيذة جدا. تقدري كمان لو مش عايزة تعملي ورد بالكريمة ممكن تجيبي ورد بلدي، والنهاية بتاعته اللي هو العصاية بتاعته او العمود بتاعه اللي هو هيتحط في التورتة نفسها، هتغلفيه بستريتش راب علشان طبعا انتي هتدخليه جوه اكل فما ينفعش يدخل كده. المهم المتاح هتعمليه وما تقفيش على اي حاجة. هنا بقى كتبت بايه، برضو نفس الكريمة بس سيحت حبة كده على حمام مائي، بيسيحوا معايا بكل سهولة، بس ما نسيبهمش كتير عشان ما يسيلوش قوي معايا، يا دوب نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وحطيته في كيس برضو تلاجة عادي خالص، خرمته خرم صغير خالص وابتديت اكتب بيه، اكتبي اللي انت عايزاه. وبعدين لو الكتابة مش ما ظبطتش قوي فمسكت اللي هو العود الخشب بتاع الاسنان وعلى الهامش كده، وابتديت اظبط الكتابة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اما بالنسبة لفروع الشجر الخضرا اللي انتوا شايفينها دي فروع شجر عادية، اللي هو الورد العادي اللي هو الصناعي بتاع الزينة عادي خالص، خدته وحطيته بالشكل ده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. هابي فالنتاين داي.